بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، تابعنا وشفنا مباراة الزمالك الأولى في الكونفدرالية. رأيي مش ده مستوى فريق الزمالك، مش ده اللعب بتاع لعيبة نادي الزمالك. الزمالك بيكسب 2-0، لكن أنا حاسس إن الزمالك بيلعب ناقص لاعب من أول المباراة. حاسس ان وجود مصطفى شلبي في نادي الزمالك غلط. مصطفى شلبي وجوده سيء. مصطفى شلبي الهجمات بتاعت الزمالك بتتقطع بسببه وبتضيع بسببه. انا حاسس انه بيلعب مع الفرقه الثانيه. في حاجه غلط. مش لاك ما ينفعش يكمل مع نادي الزمالك. مستوى نادي الزمالك اكبر منه بكتير، بمراحل، بسنين ضوئيه. يمكن زيزو اللي فيه الروح، لكن الزمالك ناقص ناصر ماهر. ايه اللي الزمالك بيعمله؟ ولا اي حاجه. الزمالك لو بيقابل فرقه منظمه، يعني انيمبا النهارده قصاد المصري، اللي مبروك لفريق المصري البورسعيدي. لا، انيمبا كان عامل مباراه قصاد المصري الشوط الاول، مباراه زي ما الكتاب بيقول. يعني انيمبا تهديد قوي لنادي الزمالك والمصري. انيمبا كان على الاقل ممكن يطلع متعادل النهارده مع المصري. المباراه كانت قويه. المصري فاز 2-0. علي ماهر بلعبته، بخبرته، بالجمهور. يمكن عدم وجود الجمهور مع نادي الزمالك اثر على اداء نادي الزمالك، لكن خلال المباراه الزمالك ما قدمش. اول فرصه بتضيع من الفريق الموزمبيقي، من بلاك بولز. يعني مش اول فرصه في المباراه حتى ضاعت من نادي الزمالك. عواد حارس كويس انه قدر يطلع الكوره، لكن في الاخر في مشكله كبيره. الزمالك روحه ناصر ماهر. عدم وجود ناصر ماهر عمل مشكله. الهدف جميل ورائع من دونجا، بس دونجا خلال المباراه لا، مطلوب منه كتير. الزمالك عايز يبني كتير. الزمالك محتاج لعيب رقم 6 جنب دونجا او يريح دونجا. مصطفى شلبي نصيحتي لجوميز يرتاح، يقعد. مصطفى شلبي سبب اساسي من اداء الزمالك. يمكن حسام اشرف محتاج انه ياخد من اول المباراه، محتاج انه يحس انه جوميز ممكن يعتمد عليه. عبد الله السعيد، وانا قلت للجمهور الزمالك وعيدوا كل الفيديوهات اللي انا قلتها من اخر مباريات الموسم اللي فات، وكنت بقول لكم ان عبد الله السعيد لما ينزل في مباراه الاسماعيلي وينزل ياخد احسن لاعب في المباراه ويغير نتيجه مباراه، مش هتقدر متخيل انك بتعتمد على عبد الله السعيد بس، لان الروح اللي كانت جنب عبد الله السعيد هي ناصر ماهر. ناصر ماهر لو مش موجود، عبد الله السعيد مش هيقدر يديك. ولو اداك الدور الاول ما يقدرش يديك الدور الثاني، ولو اداك الشوط الاول ممكن ما يدكش في مباراه الشوط الثاني. عبد الله السعيد لازم نقدر لاعب ممتاز، لاعب خبره، لاعب كل حاجه انت عايز تقولها، لكن مش هيشيل الزمالك. يا ريت مجلس اداره نادي الزمالك يركز في احتياجاته. النهارده بالمستوى ده، بمستوى المصري ومستوى انيمبا، لا الزمالك في خطر. دي اول مباراه، لكن في فرق تانية بتحقق ستات وارقام وبتعمل اداء. ده حتى الاهلي هو بيكسب 4-2، حتى بيراميدز لا، في روح. تحس ان الفريق عايز يثبت من اول مباراه انه داخل منافس على البطوله. ايه الاشارات، ايه العلامات، ايه الرسائل اللي الزمالك بيبعتها؟ الزمالك محتاج ان يعرف، جوميز محتاج انه يقدر يشتغل من القماشه اللي عنده احسن من كده. لازم يدي فرصه لحسام اشرف. ما نقدرش نقيم اللعيب لعيب. يعني فتوح ما لعبش المباراه اللي فاتت، نزل المره دي بقى له مده، كان عنده مشكله، فاي اداء هيأديه هيبقى مقبول منه. لكن مش لك، لا بجد في حاجه غلط. الزمالك محتاج لعيب رقم 6 ويدور على مهاجم قوي، مهاجم يكون محطه، مهاجم يقدر يستلم الكوره ويصبر لما اللعيبه تاخد نفسها وتبدا تتحرك، يكون عنده فيرجن، يكون عنده رؤيه، يقدر يطلع، يقدر يقف على الكوره، يطلع، يقدر يلعب عرضيات، بيلعب براسه. مبروك لنادي الزمالك.